بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله. أحب أعرفكم أولا بنفسي عبد الرحيم أحمد محمود الحويطي من أهالي الخرايبة، واللي ما يعرف الخرايبة الآن هي يعني في نيوم ما يسمى المشروع نيوم اللي يطلق محمد سلمان. نيوم هي تتمثل في الخرايبة، فيها قرى الخرايبة، تشمل قرى الخرايبة وشرمة وقيال والعصيلة كمرحلة أولى. الحاصل عندنا الآن بدأوا في مراحل إخراج الناس من المنطقة، بداية في عملية مسح للمنازل بهدف إخراج الناس، ترحيلهم من أرضهم، تقدروا تسموه تهجير قسري. بطبيعة الحال الناس جميعها غير موافقة ضد الترحيل، لكن الأسلوب اللي اتخذته الدولة يعني نقدر نسميه إرهابي. أخذتهم كل من قال أنا ضد الترحيل، ما أبغى رحل، أبغى ديرتي، ما أبغى فلوس تعويض، ما أبغى أي شيء، أنا أبغى ديرتي فقط، أبغى أسكن فيها. والمساحة كبيرة يعني تتجاوز 100 كيلو على امتداد الساحل النيوم فقط، يعني هذه 100 كيلو إلى تبوك حوالي 150 كيلو. مساحة شاسعة غير مأهولة أغلبها. يبغوا يزيل الناس ويخرجوا الناس من خارج المنطقة بالكامل، واستقطاب أشخاص آخرين من الخارج من أي ملة كانت، سواء مسيحي نصارى يهود، ما أدري المسلمين مرغوب فيهم ولا لا. ويرغبوا باستقطاب 1.5 مليون. أخرجنا واستقطاب 1.5 مليون في المنطقة، من شاهد عدة قرى مواقع سكنية يعني لهم حوالي 7 تقريبا منهم. مفروض أنهم يكونوا أثرياء العالم. استقطابهم أو إغراءهم عن طريق توفير أمن وتعليم وصحة غير مناسب للمواطن السعودي. طبعا هذا ما تقدم للمواطن السعودي، الأمن والصحة والتعليم هذا ما يحلم فيها المواطن السعودي. للأسف الناس بشكل عام يعني ولا تبغى، لو خيرتها تدفع له 100 مليون في ديرته والله ما راح يقبل. لكن أو الخوف اللي يسيطر على الناس، استخدموا طريقة يعني كل من قال أنا ضد الترحيل أو ما أرغب، على طول داهمت المباحث أو الطوارئ، استخدموا القوة. يعني مع الآن عندنا 9 تقريبا أشخاص تم مداهمتهم وأخذهم، وأنا في الطريق يعني قريبا. يعني يلومني بعض الناس على يعني إني طلعت المقاطع هذه. يعني أنا ما أشوف أكبر عندي، ما في شيء أكبر من خروجي من أرضي ومن ديرتي. كل ما بعدها هين، سجن، حتى القتل يعني أنا ما أستغرب لو يجوا ممكن يقتلوني في بيتي الآن ويرموا عندي سلاح زي جيراننا في مصر، زي ما يسووا في مصر، يقتلوا المواطن ويرموا سلاح عنده ويقولون إرهابي. عملية الخروج من الأرض لا تقول لي وطن. يعني في بعض الناس يقول لك السعودية كلها وطنك. يعني في بعض الناس يقول لك السعودية كلها وطنك. السعودية أنا هذه وطني. لو كانت هذه المنطقة في مصر في الأردن ولا حتى في الصين، أنا راح أحمل هذه الجنسية، هذه وطني أنا. إذا خرجنا منها عندنا الانتقال لأي بلد ثاني سيان، يعني ما عندنا أي ولاء حقيقة، يعني ما راح يكون أي ولاء. يعني دولة خرجتني من أرضي للأبناء عمومتي والحريصين علي اللي لاموني واللي جميعهم، يعني ليش ضيعت نفسك، ضيعت حياتك، أحب أقول لكم الحياة لا تقاس بطول الأعمار. موقف يوم يسوى 90 سنة. موقفك عند مبادئك، أرضك، عند وطنك، مهما كانت النتائج ومهما كانت الخسائر أنت الربح. يعني يمكن أشكل علينا في الزمن هذا، أشكل علينا زي ما يقول يمكن تعبير الحياط. كل واحد يقول لك وشيلات في اليوتيوب وشيلات وغنوا وقولوا إحنا وإحنا وجدي وفعل جدي فعل. والله جاكوا الآن اللي يحكوا لما يبين معادنكم، راح نعرفكوا زين، راح نعرف الرجال صح، الرجال الحقيقي. أما اللي يبيع وطنه بريال وريالين و10 ولا مليون، والله راح يندم. لا خرج راح يحسبها، لا خرج من وطن. يعني اليوم أنا والله حاسس بالقضية الفلسطينية بشكل يعني يمكن أكبر من أي واحد ثاني خارج فلسطين. اللي ما باعوا ولا سلموا، حتى اللي ممكن منهم طلع بدون ما ياخذ أي مقابل مادي، طلع ومشى المفتاح بيته معه. احنا على العموم الآن أنا في انتظار قدوم القوات الأمنية مهما كانت النتائج. يعني حتى لو وصلت إلى موتي، يعني حتى لو قتل، أنا
سجن، قتل، عندي سيان. على العموم يعني حتى هذه الدنيا بشكل عام في تحت ولاية أمثال محمد سلمان وأمثال يعني لا يؤسف عليهم. بلينا في هالزمن بالأطفال، بولاية الأطفال وأفكار الصبيان، يتفرجوا على كرتون ويجونا يقولوا شوفوا المشاريع وشوفوا ايش نسوي، ربما أهداف أخرى لم تعلن، الله أعلم. بلينا بالأعوان الفاسدين. مصيبتنا العظمى في العلماء. العلماء جبناء للأسف. العلماء الجبناء يعني ودي أوصل لهم رسالة أقول لهم والله بئس وعاء العلم أنتم. لو يعني أخذتوا العلم بحقه ما وصلنا لهذا الحال. من حقه عدم كتمانه. صمت ما أدري جبن أو ادعاء للحكمة يعني الزمن هذا يعني صار فيه الجبن حكمة وقول الحق تهور، كل شيء أنقلب حاله يعني. فهم صمتوا وتركوا الشباب للأسف نهبا للخوارج والمرجع صامتين. لنا لا يعني الآن احنا في اليوم هذا يعلن رسمي أن لا ينطبق عليها قوانين السعودية. يعني احنا يقولوا قوانين السعودية على الشريعة الإسلامية مع تحفظ يعني، لكن خلنا نقول كان على الشريعة الإسلامية. الحين لا سيبدل الدين يعني سيأتي قانون في كل شيء مباح. أبغى أتكلم يعني عن حتى أمواتنا إحنا في المنطقة يعني. أموات يعني أنا والدي متوفي في مقبرة هنا، إيش راح يحصل للمقابر؟ عندنا أخبار أنها راح تزال، إيش الطريقة اللي راح تزال فيها؟ بعضهم يقولوا في فتوى والله إزالة ونبش القبور وإخراجها للمصلحة. ما أدري إيش راح يكتب في المصلحة لإنشاء خمارة أو مرقص. نزيل قبر هذا الموقع مناسب لإنشاء مرقص ممكن يعني سيبدل دين في هذه الأرض يعني. إيش المرحلة راح نصلها الله أعلم. شوف الأوبئة كيف، ولا همهم أساسا حتى المواطن اللي يلف اللجان شغالة تلف الخرايب وشرمة وقيال والعصيل لا تأبه حتى أوامر الحظر ولا لا يهم يعني. يمكن ينقلوا الأمراض بين ويتعاملوا مع الناس بشكل مباشر يعني، ويقول لك حاضروا كورونا. على العموم بيتي اللي جالس فيها الآن أملكه بصك شرعي قبل إصدار صك، ولا عندي نية البيعه أو أخذ تعويض فيه. صحيح أنه ملكي لا يعني يمثل ملك لي يعني في المنطقة، لكن إذا بعت ديرتي كاملة، بعت وطني مو للبيع. أرغب يعني حتى إذا كان في من يسمعني الآن عنده خبرة قانونية أو في المجال القانوني، إذا كان شوف نستطيع رفع دعاوى في القضاء الدولي. أنا معي أوراق ثبوتية سواء على الشركات اللي راح تجي تستثمر أو على الدولة السعودية، لأن أنا هذا أملك بصك شرعي، ليس ملك الدولة، ملكي كمواطن، ملك شخصي، هذا ملك خاص ليس ملك الدولة. من حق رفع قضايا أتوقع أن يكون على المحاكم الدولية، لكن نحتاج إلى النصيحة من الخبراء في هالموضوع. على العموم نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله.